الصلاة والسلام على رسول الله، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله ندير معاكم خبز المطلوع هايل. هذا تقدروا ديروه خبيزات صغار، ساندويتشات، ولا ديروهم خبيزات كبار. كما راكم تشوفوا هنا، عندي هنا 4 كيسان ونص فرينة، مغرفة كبيرة سكر، مغرفة كبيرة خميرة الخبز، 4 مغارف كبار تاع الزيت، ومغرفة صغيرة تاع الملح. لموها بالماء دافي ونخلوها طرية مليح، ومن بعد نخلوها تخمر. بالنسبة للخمور، نخلوها تخمر المرة الأولى ومن بعد نكسروا الخمور تاعها، ونخلوها تخمر المرة الثانية وبعد نقرصوها بالسميد الرطب. وراح تشوفوا هنايا كيف راح نديرو. وهنا بعد ما خمرت لنا المرة الأولى نعاودو نكسروا لها الخمور، ومن بعد نعاودو نخلوها تخمر المرة الثانية. في المرة الثانية نقرصوها بالسميد الرطب. وهنا الخبز تاعنا، الخبيزات اللي كنا درناهم في السميد الرطب، راح نخبزهم ونخليهم يخمروا. ملاحظة برك صغيرة، خلوا العجينة طرية. على قد ما تكون العجينة طرية، الخبز راح يجيكم خفيف. هذو نقدر نديروهم سندويتشات صغار. دوك من بعد نوريكم كيفاه درتهم ثاني سندويتشات. وبعد ما نخبزهم نخليهم يخمروا ونشعل الكوشة ونطيبهم، وبعد ان شاء الله تشوفوهم واجدين. كما راكم تشوفوا هنا، بعد ما طيبناه في الكوشة جا ما شاء الله، جا الله يبارك. كما راكم تشوفوا، راح نفتح لكم خبزة تشوفوا هنا مازال سخون. شوفوا كيف خرج، الله يبارك. جاني خفيف، جاني الله يبارك، جاني ما شاء الله. نتمنى تجربوه المطلوع هذا. وهنا كنت ايامات وعجبوا الذراري، عجبهم الخبز، عاود درتهم سندويتشات. بصح كبرت شويه الخبيزات، وهنا درت لهم بطاطا مقليه، فورماج، هنا درت سكالوب. كما راكم تشوفوا، واش عندك في الدار تقدري تعمري بهم هذو. ها كما راكم تشوفوا هنا درتهم سندويتشات، جاو ما شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه ونتمنى تجربوها. سلام.